القرص ما يخشش. وده الدور اللي فوق اللي حصل فيه شروخ؟ ده احنا اول علو كده؟ انا اول يعني لا يعني تحت خليك براحتك. اللي تحت اللي احنا كنا واقفين في الشارع. لا ده لسه 3 ادوار. 3 ادوار، يعني ده الدور الثالث. ده الرابع او الرابع. لا يا ريس لا. انت كنت متخيل ان المشكله هنا الاول؟ لا انا عارف. فاكر عندك انت بس؟ لا انا ما اعرفش بقى جنب حد ولا لا، بس انا عارف ان في مشكله هنا نص السوق. لا شيلوا الرخام ده يا جماعه من هنا. شيلوا الرخام ده بابا، ينزل على رقبه حد يموته تحت. شيلوا يا بابا خلاص، ده بقى ما يتحطش هنا خلاص. دي بقى شوف المنظر عامل ازاي، حاجه صعبه قوي. البلاط نفسه هنا عندي مكفي. زي عندي ده انا ما بتحسش بيه طبعا، في الفيديو هيتشاف بيتحس بالخطوه. فطبعا الفيلم كله بقى في البرج ده او في البيت ده. هو اعلى مننا كمان صح؟ انا بشوفه لما اطلع سطح التاني. طبعا انا اعملها من غير. بص انا مش عايز ايه لا انا عايز من سنه كام يعني بنى الدور ده سنه كام؟ هقول لحضرتك لحظه. انا اتجوزت ابائي ايه في الوقت ما ظهرتش بالشكل ده غير من 7 سنين او 5 سنين. انا قصدي بعد ما زود الدور ده بدات الشروخ دي تظهر. تفتح قوي كده. كانت الاول موجوده اللي احنا حاجات صغيره حاجه كده يعني ده يعني حاجات صغيره اللي احنا ممكن من ضمن الاحتمالات انه يكون هو لما زود دور الاساس بتاعه هو اساسا مش مستحمل الوزن اللي عمله ده، هبط غاص وخدك معاه. ده من ضمن الاحتمالات. الحاجات دي عشان انت تعرف توصل لها بدقه موضوع كبير ومكلف قوي. ليه بقى احنا هنضطر نروح هناك عشان نكتشف حاجه زي كده، والناس تبقى فاهمه الكلام ده برضو، ان لازم اعمل جسه واعمل اعاده تصميم للمبنى اللي هناك، واشوف هل الدور اللي فوق ده بالنسبه لطبيعه التربه تشيله ولا لا، اللي هو بين الكباستي بتاع التربه واللود اللي نازل من كتل الخرسانيه، هل التربه دي تشيل ولا لا؟ لو ما تشيلش يبقى هو اللي عمل هبوط عنده بسبب الحمل او بسبب سحب ميه. حاجات كتير جدا دراساتها مكلفه. فاحنا بنقول كل الاحتمالات، واحنا في الاخر طبعا الوضع بيبقى لكم انتم عايزين تمشوا في انهي اتجاه. وصلت؟ كانت وقعت. الحته دي كانت وقعت. ده من امتى بقى؟ من اسبوعين؟ ايوه من اسبوعين؟ ايوه. بص بقى هتشيل لي بقى ده. ايه ده منور؟ ده منور. ايوه اوف يا خبر ابيض. ولع. بس هو منور بقاله فتره، مش منور دلوقتي. اعمل لي علامه الجبس هنا. في الحته دي. وفي نفس الكلام فوق برضو في المكان اللي مش منور. مش منور. اصل المنور ده هتشيل وهتدخل للناس ممكن حشرات ولا حاجه. خلينا في الحاجه المقفوله. تمام. بس هي لا قدر الله لو فتح الجبس ده تاني يبقى في كده نشاط. لا ده في مشكله، لان انت كده تعتبر الاسقف دي كده فيها طاقه مكسوره. طاقه الحيطان دي، الحيطه دي متشال على سقف اتكسر خرسانه راحت مكفيه سنه صغيره كده، شكلها خرب الدنيا، والناس بقى افتكرت ان ده مصيبه. لا مش مصيبه ابدا. طيب احنا دلوقتي بالنسبه هنعمل هنا جسه على البياض ده. علامه جبس. بس اهم حاجه خلي السكنس بتاع سمك السيراميك كده. لا كل ما هتخنها كل ما ترفع كل ما احسن. سمك السيراميك يعني رفيعه خالص. هات بلاطه سيراميكا وحطها جنبيك وسوي عليها. بس بلاطه السيراميك يعني ايه قصدك؟ في اي حته سيراميك يا باشا. بص حط حتتين سيراميك هنا كده واملاهم جبس وسوي عليهم وشيلها بعد كده وخلاص على كده. واحد يمسك لك بس حتتين السيراميك. تاني؟ لا مش فاهم. هات يا بابا، هات كراستين، هات اي حاجتين اهو. بص اهو هتعمل كده. ادي حته سيراميكا وحته سيراميكا كده، وانت تملى بينهم وتساوي بقى بالبتاع كده اهو كده. ايوه. بحيث ان يبقى نفس السمك بتاع السيراميك بس.
تمام. السيراميك اللي هي الحاجه الرفيعه من فوق من بقول لك ايه، السيراميك كمان هشرحها لك. سيراميك سيراميك أو في اي وقت زي محمود فضل يقول ايه مش سيراميك.